وصفتنا النهاردة هنعمل الفطيرة الحلوة دي. هنعملها بعجينة سهلة جدا وبمكونات بسيطة، لكن نتيجتها بتبقى تحفة. فطيرة هشة وطرية وطعمها أكتر من رائع. أنا هعملها النهاردة بحشوة اللحمة المفرومة، لكن ممكن طبعا تعملوها بأي حشوة تانية تعجبكم. يلا بينا نعملها على طول. بس إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير. إذا كنتم جداد على القناة يسعدني وجودكم معايا فيها. أول حاجة هنعملها هنجهز العجينة. هنحتاج لكوباية من المية الدافية. الكوباية اللي استخدمتها مقاسها 200 مللي، و3 معالق كبار مليانين من اللبن البودرة، ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة لكن مش مليانة قوي من الخميرة. هنقلبهم الأول مع بعض كويس، المكونات كلها تختلط مع بعضها. وممكن نغطيها ونسيبها 5 دقايق بس، نتأكد إن الخميرة اتفاعلت مع السكر وشغالة كويس. وبعدين هنضيف عليهم ربع كوباية من الزيت. أنا استخدمت زيت زيتون، ممكن طبعا تستعملوا زيت نباتي أو زبدة، المتوفر استعملوه. وكوباية زبادي الحجم الصغير وتكون بحرارة الغرفة. ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة من الملح. واخر حاجه هنحطها نص معلقه صغيره من الخل. الخل والبيكنج باودر بيشتغلوا مع العجينه كمحسن طبيعي، بيخلوها طريه وهشه اكتر. هنخلط بقى كل المكونات دي مع بعضها كويس جدا، وبعدين هنضيف عليهم الدقيق. هنضيف الدقيق تدريجيا، مش هننزل بيه كل مره واحده. هنضيف شويه ونقلب ونرجع نضيف تاني، لان كل دقيق بيختلف عن التاني. انا العجينه خدت معايا كوبايتين ونص، ممكن تاخد معاكم اكتر او اقل. عشان كده بنضيف الدقيق شويه بشويه. هنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضها كويس جدا. وكده خلاص الاسباتيولا دورها خلص. هنبتدي نعجن بايدينا. هتاخد عجن بالايد من 8 ل 10 دقايق. ممكن طبعا تستخدموا العجان، هيسهل عليكم كتير. هتاخد في العجان تقريبا 5 دقايق. العجينه في الاول بتبقى طريه وبتلزق. هنعجن العجينه بقى كويس شويه حلوين، لحد ما نلاقيها بدات تلم من الطبق او من العجان. ممكن تحطوا في ايديكم شويه زيت وتلموا العجينه كلها من الطبق. العجينه لو اتعجنت كويس هتبقى طريه وملمسها ناعم في ايديكم، وهيبقى فيها مطه بسيطه بالشكل ده كده. مش عايزينها تبقى ناشفه وقاسيه فتطلع معانا الفطيره مكبوسه ومكتومه من جوه. هنجيب طبق غويط وهنمسحه بشويه من الزيت، وهنحط فيه العجينه. هنغطيها ونسيبها في مكان دافي. تاخد بقى ساعه ونص ساعتين تخمر براحتها، او لحد ما نلاقي حجمها اتضاعف. وعلى بال ما العجينه تخمر هنجهز الحشوه. في طاسه على النار هنسيبها تسخن كويس، وهننزل عليها بنص كيلو من اللحمه المفرومه. ممكن تستعملوا اكتر او اقل، يعني ممكن بربع كيلو نعمل الوصفه دي. هنخلي النار عاليه في الاول عشان اللحمه ما تنزلش ميتها. وهنحط عليها معلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. واول ما نلاقيها كلها فكت وبقت لون واحد ونزلت دهونها بالشكل ده، هنضيف عليها بصله متوسطه مفرومه، ومعلقه صغيره من الثوم المفروم. بيدي طعم حلو قوي مع اللحمه. واختياري رشه من جوز الطيب. انا ما بحبش احط توابل كتير غير الملح والفلفل بس، عشان طعم اللحمه ما يغيرش. لو حابين تحطوا نص معلقه من البهارات زي ما يعجبكم. هنسيب اللحمه تتشوح مع البصل على نار هاديه لحد ما تستوي وما يبقاش فيها ميه خالص. واخر حاجه هنضيفها شويه من البقدونس المفروم. ممكن تحطوا شويه من الفلفل الالوان برضو، بيبقى حلو جدا معاها. هقلب البقدونس تقليبه واحده بس مع اللحمه وهقفل عليها على طول. هفضيها في طبق واسيبها لحد ما تبرد تماما. ما ينفعش نستعملها وهي سخنه، هتبوظ العجينه. ولا برضو ينفع نستعملها وهي فيها سوائل، لازم تتشرب اي ميه فيها. هنسيب الحشوه تبرد براحتها، وهنجيب العجينه هي خلاص حجمها اتضاعف وخمرت كويس. هنطلع منها الهواء ونستعملها. هنقسمها الاول لنصين، وهناخد النص الاولاني على اي سطح هنرش رشه من الدقيق، وهنفرد عليه العجينه. ممكن نفردها بايدينا او بالنشابه. لو هتستعملوا النشابه امسحوها الاول بالدقيق عشان ما تلزقش العجينه فيها. وممكن لو حابين تفردوها في الصينيه على طول، تدهنوها بالزيت وتفردوا العجينه فيها. واحنا بنفردها لو لقيتوا العجينه بتمط معاكم شويه، سيبوها بس دقيقتين وارجعوا تاني كملوا فرد عليها. هتلاقوها تتفرد معاكم على طول. هنجيب الصينيه اللي هنستخدمها. العجينه دي تعمل صينيه حجم كبير. هندهنها كويس قوي بالزيت ومن الجوانب كمان، وهنفرد فيها العجينه. هنفردها كويس في الصينيه ونوصلها لحد الطرف، ونحاول نطلع الطرف لفوق شويه. هنجيب الحشوه وهتكون بردت خالص. حطوا كميه كويسه من الحشوه عشان ما تبقاش الفطيره فاضيه. هنوزعها كويس بس بلاش نوصلها لحد الاطراف، عشان لما نحط الطبقه التانيه من العجينه نعرف نقفل عليها. وهنحط شويه من الجبنه الشيدر او الموتزاريلا، وممكن كمان تحطوا طبقه من الجبنه قبل ما تحطوا الحشوه. الجبنه من جوه بتدي طعم حلو قوي، وفي نفس الوقت بتمسك الحشوه كويس قوي انها ما تطلعش من العجينه. هنفرد العجينه التانيه بنفس الطريقه. العجينه اللي هنحطها على الوش لازم تتفرد بره، ما ينفعش نفردها في الصينيه.
وبعدين هنحطها في الصينية ونفردها بإيدينا بالراحة، نخليها تغطي الحشوة كلها ونوصلها لحد الأطراف عشان نقفل الطرفين بتوع العجينة مع بعض، ونضغط عليها بإيدينا كويس قوي عشان نضمن إنها ما تفتحش مننا. وبالشوكة هنعمل فتحات في العجينة عشان نخرج الهواء منها، ونضغط عليها بإيدينا بالراحة نطلع أي هواء موجود فيها. وآخر حاجة على الوش هنحط شوية من الجبنة، أي نوع جبنة بيسيح ممكن تستعملوه، وهنرش عليها شوية من حبة البركة، وهندخلها فرن هنكون مسخنينه كويس جدا على درجة 200. مهم قوي إن هو يكون سخن عشان العجينة ما تنشفش مننا. هنسيبها لحد ما نلاقيها خدت لون من تحت ومن الجوانب وبدأت تتحمر من على الوش شوية. ممكن وقتها نفتح عليها الشواية تاخد اللون الحلو ده. قبل ما تقطعوها أو تقلبوها في طبق التقديم بسكينة، اتأكدوا إن الحروف مش ماسكة في الصينية وإنها بتتحرك معاكم في الصينية كويس. نقطعها وتتقدم وهي سخنة. الفطيرة مستوية كويس جدا من على الوش ومن تحت، وواخدة لون حلو قوي، ومن جوه هشة وطرية جدا. تتقدم بقى في غدا أو في عشاء، وممكن تغيروا في الحشوة زي ما يعجبكم. ممكن تعملوا حشوة جبن وخضار بس وتتقدم في فطار. نوعوا في الحشوة زي ما انتم عايزين. العجينة دي حلوة جدا، ممكن يتعمل منها بيتزا أو فطاير صغيرة ونحشيها بنفس الطريقة. جربوها وقولوا لي رأيكم فيها، ومتأكدة إنها هتعجبكم جدا. وبألف هنا على قلوبكم مقدما، وأشوفكم على خير.